حياكم الله اخوان، انا مو طرى بقضيه مستشفى الحجه الخيري اللي انبنت 190 مليار من اموال المتبرعين، انا مجرد صحفي التقى بمدير حسابات هذه المستشفى وكشف حقيقه المستشفى للراي العام. اتفاجئ اليوم مدير المستشفى اللي هو السيد علي بن مرتضى القزويني ظهر بمقطع فيديوي طوله 18 دقيقه، والله العظيم لو ساكت احسن لك، راد يكحلها عماها 18 دقيقه يسولف، ما خلى حديث، ما خلى ايه قرانيه، ما ذكرها وما تطرق لصلب الموضوع. كلفة العملية عندكم ايش قد؟ انتم خيرية لو استثمارية؟ سعر المفراس ايش قد؟ دنيا ما تحدث فيهم، بس مجرد قضيتها الاعلام الساقط، الاعلام المنحاط، الاعلام المزيف. حقك عاذرك. لكن السيد يتحدث بموضوعين خطيرين، واحد من عندهن كذب، وواحد من عندهن على الامن الوطني ان يتدخل بهذا الموضوع. شنو هذا الموضوع اخوان؟ يقول الشخص اللي ظهر وياي اللي هو السيد محسن الشرع، يقول هذا كان مطلوب للقضاء واحنا آويناه واحنا حافظنا عليه وشغلناه وعطيناه وظيفه. اسمعوا هذا الانسان لجأ الينا حافيا، اقولها بكل جرأة وبصراحة، لجأ الينا حافيا وهاربا من وجه العدالة. كان ملاحق قضائيا. حلو. إلى قصة هاي ننشرها إن شاء الله في مقاطع أخرى. زين. نحن آويناه، وفرنا له ولعائلته وللعديد من أفراد أسرته وظائف متعددة. هذا الشخص انقلب في النهاية على أولياء نعمته وصار يطعن في أمانتهم ونزاهتهم. عليك نور. يعني سيد، أنتم كل واحد مطلوب للقضاء وعليه جناية، تستغلونه وتجيبونه تعينونه يمكم؟ مو المفروض تروحون تسلمونه للجهات القضائية؟ سيد، وانتم مؤسسة خيرية دينية، يعني على الأساس هذا يجوز نلقينا بعد 2 3 يمكم بالمستشفى، يجوز طبيب مختبري أيا كان، يجوز هم مطلوب للقضاء، يجوز هم عليه 4 إرهاب، عليه دقة عشائرية، يجوز أقل تكلفة يجي. لهذا إخوان المطلوب 4 إرهاب، اللي عنده مشكلة جنائية، طلابة عشائرية، قتل، يقدر يروح لمستشفى الحجة الخيري، راح يلقي له وظيفة وراتب مسنع والسادة ما يقصرون وياك. هذا إدانة إلك، إدانة إلك إنه أنت تحتضن المطلوبين للقضاء، وهاي كارثة حقيقة بحق مؤسسة خيرية. مو قلت لك لو ساكت أحسن لك؟ الطامة الكبرى أخوان شنو؟ السيد يقول آوينا وعالجنا بنات السيد محسن الشرع اللي طلع وياي بمقطع الفيديو، يقول احنا عالجناها لمدة سنة، واحدة من بناتها بها مرض خبيث، عافانا الله وإياكم من هذا المرض وشافى هذه البنية، يقول بها مرض خبيث، ساعدناها لمدة سنة كاملة. شوفوا اخوان هذا المقطع الفيديوي وراح اسولف لكم الكارثة وراء هذا الفيديو. وفرنا له فرصة عمل كريمة، آويناه هو وعائلته وساندناه وساعدنا ابنته عندما أصيبت بالسرطان، ونحن من تحمل جميع نفقات علاجها في لبنان لمدة سنة كاملة. وإليكم المقطع الآن يظهر. ما أظهر المقطع أنا لأن خطية هالبنية، شنو ذنبها واحد يشهر بها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بس سيد أحب أقول لك إنه أنت كذاب. أنتم صح عالجتوها وأعطيتوها فلوس، بس رجعتوا طالبتوا بهذه الفلوس وقمتوا دعوة بمحكمة تحقيق كربلاء، والمحكمة ردتكم، قالت لكم انتم مؤسسة خيرية، شنو تعطون فلوس وبعدين ترجعون تقيمون دعاوى وتطالبون بالفلوس؟ وهذا قرار المحكمة. زين شلون ساعدتها؟ شلون عالجتها؟ وبعد فترة نفسيته السيد مرتضى القزويني يروح يقيم دعوة باسمه، يريد الفلوس اللي ينطاها لهاي البنية حتى تعالج من مرضها الخبيث. زين سيدنا وانت من رسول الله ما استحيت شرعا قانونا شلون تظهر هيك بنيه بمقطع فيديو لك وتعرض بنات الثانيات اللي تقول ساعدناهن بقروض ماليه وايضا كذب، واشتكيتوا بالمحكمه وردت الدعوه عليكم المحكمه، وهذا قرار المحكمه، تقولون اعطيناها قروض وما قروض، طلع كذب، طيتوا ساعدتوا ورجعتوا تردون تاخذون الفلوس. سيدنا شلون تقبلها على نفسك تعرض بنات بعمر الشباب بعدهن، تعرضهن على مواقع التواصل الاجتماعي بدون موافقة ذويهن وبدون موافقتهن؟ شلون؟ وهذا شرفنا، هذا عرضنا، هذا شرفك عرضك، تقبل واحد ياخذ صورة لأهلك أو لبنتك أو مقطع فيديو وينزلها ويشهر بها؟
لهذا انا ادعو السيد محسن الشرع يقيم دعوه عليك، لان شهر ببنات ما لهن علاقه بالموضوع. السيد طلع بوثائق وانت طلعت بمقطع فيديو طوله 18 دقيقه، والله العظيم كل شيء ما فهمت معك، بس ساقطين وتافهين ومنحطين وعوزه بس يفشر، ولو مفشر افضل من بعض الكلمات اللي يتحدث بهن السيد. اعرف بكم مهزوزين، اعرف بكم انفضحتوا، اعرف بكم انكشفتوا للراي العام. اكيد يعني انت صور يا اخوان انه هذه المستشفى واحد هي بالشهر يدخل لها مليار و200 مليون، ويطلع حيدر يفضحهم للراي العام. ايش تردونه مثلا يطلع السيد يبوسه بخده؟ اكيد اطلع ساقط ومنحط وبلا تربيه وبلا ضمير وبلا شرف وبلا مهنيه، اكيد لين الفضحه. سيدنا فتحتوا عليكم باب ما ينسد، ما ينسد ابدا. واذا كنا متفقين وياكم على جزء ثاني وثالث ابشرك رابع راح يصير وخامس وسادس، لان تجاربكم ويا الفقراء والمحتاجين ويا اهل كربلاء كبيره وكثيره ما شاء الله، فاستعدوا لها. وعتبي عليك سيد شنو تجي تقلدوني؟ شنو الجزء الاول؟ كاتبين توضيح الجزء الاول، شنو غيره؟ سيد لا تغارون من عندنا. سيد انا منحط وساقط؟ سيد متاكد؟ انا منحط وساقط؟ يشوفكم الله ويشوفنا ان شاء الله، والقضاء هو الفيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.